صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. النهارده ان شاء الله الجهاز دوت، يعني الجهاز البقوي ده بتاعي الشخصي، بتاعي الشخصي. واحد كلمني والله العظيم راجل محترم، فضل معايا. انا طبعا اتقفل لي 17 ايميل، كل شويه اتقفل لي ايميل يخش يكلمني بالايميل التاني لحد ما زهق وكلمني على الواتس. ادا كده طبعا الجهاز ده بتاعي الشخصي. ادي حالة الجهاز برضو، وانا مصور له الكلام ده كلاته قدام حضراتكم اهو، عشان برضو يبقى بما يرضي الله بنعمل شغلنا فيديو. طبعا هي في حتة بتاع كده كانت اتخبطت، بس دي ما بتأثرش بحاجة، دي العلبة. والجهاز ده بتاعي الشخصي اهو، من تحت اهوت حاجة بسم الله ما شاء الله. ده اللي بيقبل التحويلات. هو في نسخة بتشتغل معانا ريموت تايمر وريموت الاصلي، تمام. وطبعا ده مفيش فيه الشاحن الاصلي عشان يبقى برضه بما يرضي الله. انا جبت له شاحن، كان عندي شاحن بتاعه قديم، لا انا جبت له واحد 2 امبير برضه، حاجه محترمه وحاجه شيء 10/10. هو بقى طلب مني كمان حاجه اصلي. انا معايا ترانس اللي هو ترانس اللي هو ال 12 2 امبير العالي ده مستورد، تمام. حاجه بسم الله ما شاء الله، الواحد عامل 150 جنيه، تمام اهو. حاجه كده بتركب 100 100. وادي كده الريموت الكوبي. كل حاجه بنقولها في فيديو عشان يبقى احنا لنا مصداقيه، مش زي اي ناس نبعت وخلاص ويقول لك لا، كل حاجه بفيديو، تمام التمام خلاص. وانا بعت له فيديو قال لي اعتمد وابعته عادي، تمام. راجل واثق فيا، وكفايه ان هو فضل معايا يبقى اكتر من كام ايميل، ده انا مش هنساها له والله. ولو عايز اي حاجه تانية في اي وقت احنا تحت امرك، وانا بقولها في الفيديو علني يوم ان شاء الله. حتى لو جه جهاز يعني شغل جديد ما فيش عندي اي مشكله، ممكن ابقى انا بقولها لك في الفيديو، ممكن اخده منك وابعت لك الجديد عادي، انا ما عنديش اي مشكله عادي وتحت امرك. نبص بصه بقى كده على النسخه. بص يا صاحبي، جهاز اهوت منور، اللمبه الزرقاء 100% وبيفتح 10/10، ما فيش فيه اي. بص يا صاحبي، ادي كده الجهاز اهو قدام منك، وانا طبعا مظبط الدنيا. دي النسخه اللي هي الايه بتشتغل جوتو وبتشتغل عادي. طبعا نسخه بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف قدام حضرتك اهو، تمام. وفي كل حاجه، يعني في كل التطبيقات وكل حاجه تمام. انا مش شغال بالريموت اللي هو الجوتو. طبعا انت قلت لي ابعت ملف قنوات متحرك. الملف القنوات ده يعتبر انضف حاجه، يعني ده كان بتاعنا احنا اهو زي ما انت شايف، اللي هو فوق لوب ده اه، معاك ملف قنوات كامل اهو قدام حضرتك اهو. نبص كده سات اهو، جميع الاقمار. عندك كلمه ابو اسلام ده يعني جميع الاقمار. لو دخلت عرفت حتى الجهاز بسم الله ما شاء الله. بص كده، لو احنا دخلنا مثلا على اهو اخر حاجه هتلاقي مكتوب عليه ايه، العيون ابو جنى. عندي الملف ده الجديد اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، مفيش في اي مشكله خالص اهو. والله العظيم ده جهاز الشخصي عشان تبقى انت عندك علم والصوت شغال والدنيا كلها تمام. طيب ووريك بقى ايه حاجه كده. الجهاز بسم الله ما شاء الله عامل زي اللي اكنه صاروخ اهو. نبص كده ثواني نطلع ماشي اهو. هنخش مثلا ولو يكن احنا محتاجين نشغل. طبعا انا كنت نفسي سايبه على ايه، على ال4K. حتى هو الجهاز نفسه متسيف عليه 4K اهو، يعني الجهاز نفسه متسيف عليه 4K اهو. انا نفسي والله حتى اشيل الفلاشه، ناسي ان هو كان متسيف اهو. بص كده اهو، الجهاز شغال الله اكبر، بيقبل معاك شيرنج، بيقبل معاك IP، بيقبل معاك كل حاجه زي ما انت شايف اهو. وحاجه سريعه جدا اهو ماشي. انت قلت لي بقى ايه محتاج النسخه اللي هي نسخه، هحط لك برده نسخه بس مش اللي هي شغاله، هحط لك اعلى منها نسخه شويه عادي تبقى موجوده معاك، تمام. بس يعني انت ما تمسحش دي لان دي شغاله معاك تمام التمام، مفيش فيها اي مشكله خالص. ويا عم انا تحت امرك، وانا يا عم ايه والله انا وانت واحد بمعنى اصح. خلاص تمام. إيه، هحط لك النسخه اللي انت قلت لي عليها، بس مش هتبقى دي، هتبقى اعلى منها. هحسبها لك فين، بدل اللي هو ايه، بدل اللي هو ال4K مقاطع ده، عشان بس المساحه. خلاص يلا توكل على الله، نشحن لك يا باشا، وانا تحت امرك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله يجي شغل جديد برضه احنا تحت امرك.